اللي بيخرج من بطون النحل العسل اللي هو المكون الاساسي فيه هو السكر. فربنا سبحانه وتعالى جعل من السكر شفاء. السكر اللي هم خوفونا منه وعملوه فزاعه لينا علشان هو ده المكون الاساسي اللي بتغذى عليه الجسم. الجسم بتشتغل بالسكر. المكون الاساسي اللي بتغذى عليه المخ واللي هو طاقه الخلايا ووقود الخلايا هو السكر. مهما اخدت اي بديل ليه، مهما تحايلت باي شكل من الاشكال، لو ما خدتش السكر مفيش حاجه هتقدر تديك نفس التاثير. وهو ده الفرق اللي انا حسيته بعد ما جربت نظام الطيبات. على فكره انا ما كنتش بحب السكر خالص وما كنتش بحلي اي حاجه بسكر، ودي شهاده حق للدكتور ضياء العوضي الله يرحمه. ناس افترت عليه وما حدش منهم اصلا جرب النظام او تضرر منه حتى. السكر اللي هو منقذ للحياه واللي هو لايف سيفنج، يعني في العنايه المركزه من ضمن الحاجات الاساسيه اللي بينقذوا بيها المريض السكر او الجلوكوز. بيحقنوه في الوريد على طول، فهل هيحقنوا في الوريد حاجه تموت الانسان؟ الديابيت الكوما او غيبوبه السكر عمرهم ما ينقذوا المريض بانسولين، لكن بينقذوه بالسكر برضه، بالجلوكوز. انتوا منين شوهتوا صوره السكر وسوقتوا سمعته بالشكل ده وخوفتوا الناس منه، حين ان الخطر في حاجه تانية مش في السكر. السكر من اكتر الحاجات اللي بتدوب في الميه. انت لما تيجي تاخد معلقه سكر مثلا هتلاقيها دابت في بقك على طول من اللعاب حتى من غير ما تشرب بق ميه وراها، في حين ان اللي بيترسب وبيعمل جير على الاسنان وبيبوظ الدنيا وبيعمل لنا التسوس الدقيق مش السكر. وسبحان الله السكر عمرك ما تلاقي سوس جه على السكر. عمركم كده حد عنده علبه سكر ولقى عليها سوس؟ في حين ان السوس بيتجه ناحيه الدقيق مش السكر. النمل نفسه اللي ربنا سبحانه وتعالى عمل سوره في القران الكريم كامله اسمها سوره النمل نفسه بيتغذى على السكر، في حين ان النمل بيرفض تماما الدقيق. النمل نفسه بيتغذى على السكر ومنه بياخد الطاقه اللي بيبني بيها المستعمرات بتاعته ويبني بيها المدن الكامله بتاعته. وبصراحه انا من ساعه ما جربت نظام الطيبات والحمد لله انا حسيت بتحسن في كل حاجه، من الناحيه النفسيه للناحيه الجسمانيه. من الناحيه النفسيه ودي حاجه مهمه جدا وده بياكد لي ارتباط الاكل ارتباط وثيق بالحاله النفسيه للانسان. الفكره ان النظام بيخليك تدخل مدخلات سهله الهضم وسهله الامتصاص، يمنع عنك كل الاطعمه اللي ممكن تسبب لك التهابات، لان الالتهابات دي هي اس جميع الامراض تقريبا، واللي هي بتستهلك مناعه الجسم وتخليه في حاله استنفار، واللي هي بتاثر على الانتستينال فلورا اللي هي البكتيريا الموجوده في الامعاء وفي القولون، واللي هي اللي بتكون الميكروبيوم اللي هو بيشكل واجهه الدفاع الاول او المناعه ضد اي مؤثر خارجي بيخش الجسم عن طريق المعده. الميكروبيوم او البكتيريا النافعه دي هي دي اللي لازم نغذيها، هي دي اللي لازم نزودها ونكترها. معظم الاطعمه اللي بناكلها للاسف بتقضي على الميكروبيوم وده مش صدفه، لان المعده بيت الداء. دي فعلا حكمه صحيحه 100%. انت مع النظام حساسيه جسمك هتزيد لاي مدخل غريب، اي حاجه هتدخلها غريبه هتحس بيها في ساعتها وهتبطل انك تاخدها تاني تلقائي، فانت جسمك هيبقى هو المقياس بالنسبه لك. فانا مش هتوانى ابدا ان انا اتكلم عن دكتور ضياء العوضي الله يرحمه، مش هتوانى ابدا ان انا ارد على اي معلومات مغلوطه او اي تشويه لصوره الراجل ده، واني ارد غيبه واحد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي ما حدش فيهم كان يجرؤ ان هو ينظره ولا يتكلم نص كلمه وهو عايش، علشان هو ما حدش فيهم كان عنده الحجه ان هو يرد عليه. فدلوقتي بيلجأوا صوره التشويه لان دي اقصى حاجه يقدروا يعملوها، بس النظام فرض نفسه غصبا عن الكل.